السلام عليكم واسف على الغياب عشان بدأنا امتحانات فدعواتكم معانا. تعال اقول لك ايه هي الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يخسر امبارح مباراته امام شباب بلوزداد الجزائر في المباراة الاولانية اللي فاتت اللي كانت في القاهرة. انت ربنا كرمك وفزت عليهم 6-1 بعد ما كنت متأخر بهدف، قلبت النتيجة ل 6-1. دي نتيجة كبيرة انت عملتها عليهم، فطبيعي لما تروح تلعب معاهم وعلى ارضهم تكون عامل حسابك دي حاجة وتستعد ليهم كويس كمان، لكن انت قللت من قيمة المنافس اللي بيلعبك، فعشان كده انت كنت تستحق الخساره امبارح. واول اسباب الخساره هي الاداره، وكولر ايضا يشارك معاهم الخساره عشان الاداره لما تبيع لعيبه لازم تعوض الفريق بلعيبه تانية مكانها ولعيبه افضل ولعيبه تكون كويسه، لكن انت سمحت للعيبه انها تمشي من غير ما تعوض مكانها. وايه ذنب كولر في الموضوع؟ ذنب كولر في الموضوع انه لما اللعيبه دي الاداره طرحت عليها ان تمشيها كان قال لهم لا تجيبوا لعيبه ليا بدلها قبل ما اللعيبه دي تمشي. تاني حاجه كمان من ضمن اسباب الخساره امبارح تأليف كولر وتغيير مراكز اللعيبه، التبديلات المتاخره اللي محدش فاهمها، وكمان في لعيبه كتير لازم تمشي من الفريق ونجيب بدلها صفقات كويسه، صفقات تكون سوبر. ولاعب زي محمد الشناوي كفايه عليه كده، ده حرام، ده ظلم قوي اللاعب مخضرم زي مصطفى شوبير ان يكون قاعد على الدكه للشناوي اللي يتحمل سبب الخساره لوحده امبارح. الكره دي شاطت قبل كده على مصطفى شوبير وحاجات اصعب من كده كمان، لكن مصطفى شوبير اتعامل معاها كويس. ليه يعني يا شناوي تحترض وتقول ما اقعدش دكه لحد؟ انت كويس مفروض تلعب، مش كويس تقعد دكه. انت يا شناوي دلوقتي عامل زي بيرسي تاو، شطبت كوره خالص. كفايه عليك لحد كده احتراما لتاريخك مع النادي الاهلي. ونصيحه ليك يا شناوي، شوف لك حاجه تاني بعيد عن حراسه مرمى النادي الاهلي واعملها. واشوفكم في فيديو جديد يا اهلاويه.